الغلابة اللي زينا وبنحمد ونرضى. الآية اللي بتتكلمي عليهم دول مفيش أطيب ولا أحن منهم في الدنيا. عارفة أنا اتيتمت وأنا في 5 ابتدائي. أبويا وأمي الاتنين ماتوا في حادثة عربية، وخالي ومرات خالي هم اللي ربوني. عمري ما حسيت إنهم مش أهلي، بالعكس أنا ساعات كنت بحس إن هما بيحبوني أكتر من ولاء بنتهم. مشوفتش منهم غير كل حب وكرم وحنية. كان نفسي أورد لهم الجميل ده، وأنا كل اللي بعمله إن أنا بكتب وأخبي عليهم. السبب في ده كله حسن، الله يسامحه. معلش والله كل حاجة هتتعدل وهتبقى زي الفل وهتفرحيهم بيكي. خلاص فكي بقى، ما تقلبيها لناش حزيني. فكي يا لازاليزو. لازاليزو؟ ايه لازاليزو دي؟ انتي دلع موناليزا. انا سمعت دلع كتير وقليل. في اللي قال يا منى، وفي اللي قال يا منمن، في اللي قال يا منى، انما لازاليزو دي جديده. وبعدين مين فينا اللي لازاليزو يا ابتسام، انا ولا انت؟ انا يا اختي لازاليزو. وبعدين ايه منى وهن والكلام ده؟ انا ما اعرفش انا اقول الكلام ده. اسمك مجعلص، هو لازاليزو حلو. اقول لك ما تزعليش، هقول لك يا ليزو. حلو يا ليزو. ماشي ليزو ليزو، انا ارحم من لازاليزو. الله يسامحك ويرحمك يا بابا. جبت لي التريقه من اللي يسوى ولا ما يسواش؟ ما يسواش، هي دي اخرتها. طب نحب بقى نعرف الله يرحمه كان وجهه نظره ايه اصلا في الاسم المجعلص ده. بس انا ابويا كان رسام وخطاط، وكان بيحب ريحه الموناليزا قوي. فاول ما شاف وشي لما اتولدت كده قال دي موناليزا. عشان قمر، وابوك ده راجل فنان وبيفهم. الصراحه يعني هي دي الحكايه اللي انا بحكيها للناس، انما الحقيقي بقى ده كان في بقاله قدام البيت بالظبط اسمها بقاله الموناليزا. ولما جاله خبر ان امي بتولد كان واقف في البلكونه في وش الدائره. يعني انت